سيشهد التاريخ أن 30 يونيو هو أحد الأحداث الفارقة وأحد النقاط المفصلية التي غيرت تاريخ الشعب المصري. خرج الشعب المصري بالملايين في 30 يونيو بعد إحساس الداهم بالخطر الذي يحيق بالوطن. خرج بالملايين في الشوارع وفي كل الميادين العامة في كل جمهورية مصر العربية، في كل محافظة كان في تجمعات بالملايين. النهارده معانا الأستاذ محمود قطب، مدير عام ثقافة اسكندرية سابقا. أولا برحب بحضرتك ولا كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة وكل أهالينا المصريين بصحة وسلامة يا رب. مشهد 30 يونيو ومشهد الخروج بالملايين في الميادين العامة كان ليه العديد من الدلالات والرسائل. أهم هذه الدلالات من وجهة نظرك؟ أولا يعني احنا بنقول المصريين كلهم كل سنة وانتم طيبين، ودايما من أعياد لأعياد. وقبل ما ندخل في أي تفاصيل بنحب ان احنا نقول ايه؟ بنقول ان الشعب المصري بيثبت كل يوم انه قادر على انه يغير الحاجات اللي مش كويسة لشيء كويس. ودايما القيادة السياسية تقول ايه؟ الشعب المصري هو البطل الحقيقي في كل شيء بيحصل في مصر الآن. ده يعني قولا واحدا واحقاقا للحق. بالنسبة لثورة 30 يوليو عاصرنا سنة وثلاث أيام لم يشهدها أي مصري على مر السنين. احنا شفنا احداث الاتحاديه، شفنا حصار المحكمه الدستوريه العليا، شفنا حصار مدينه الانتاج الاعلامي، شفنا الاعلان الدستوري. احنا شفنا احداث كتير جدا هي وصلت المصريين ان هم لا لازم يكون في وقفه، لان انت بتتخطف الهويه المصريه، بتتخطف نقول ايه، بيتخطف اصاله والشعب المصري اللي بيحب التنوع. احنا هنا بنتكلم على سنه من السنوات القاتمه في حياه المصريين. سنه وثلاث ايام. هي الفكره انه الانسان بيصور علشان يغير من وضع سيء لوضع احسن. يعني ما فيش حد بيصور على وضع كويس علشان يرجع بيه لورا. احنا شفنا في خلال سنه وثلاث ايام ان الدوله المصريه بتتخطف. تغير في الهويه المصريه، تغير في الشخصيه المصريه. بدأ أهل الشر بيحاولوا ان هم يعملوا انقسام ما بين الشعب المصري اللي بيضرب بيه المثل من العصور القديمة، من 19 الهلال مع الصليب، ومن بعد كده وقفنا ثورة 23 يوليو. الشعب وقف، الجيش صار والشعب وقف معاه. يبقى إذا كان الشعب المصري دايما بيقف ورا كل شيء فيه حاجة كويسة، ولكن إنه يحكم عن طريق ناس بتاخد المصريين لاتجاه تاني خالص، لوضع تاني خالص، هم مش هم من تقاليدهم. وزي ما حضرتك ما بتقولي احنا بنتكلم حتى على مستوى الثقافة، اللي في فترة السنة وثلاث أيام حاولوا ياخدوا الثقافة يفرغوا محتواها. بدأ ما تبقى ثقافة عامة ووعي وتوعية للشعب، بدأ ان الثقافة تتفرغ من قيادات الثقافة. وقف احتفالات دار الأوبرا، دخل الفكرة ما بين حلال وحرام، دخل الدين في وسط حاجات يعني ما ينفعش ان انت تقحم الدين فيها. احنا شفنا من بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة لا حدث ولا حرج. بداية من ان هو يتبنى مشروع قومي يلف حواليه المصريين، يعني يخلي المصريين يلتفوا حواليه. الفكرة انه كان محتاجين حاجة تجمع بقى المصريين، وكفاية السنة وثلاث ايام اللي احنا حصل فيها تشتت وانقسامات واختلافات وتناحر والكلام ده كله. لا احنا عايزين بقى نلم المصريين ويلتفوا حوالين حاجة معينة. قال ايه؟ نعمل ايه؟ قناة السويس الجديدة. شفنا الالتفاف اللي موجود. طب قلنا قناة السويس الجديدة وعايزين تمويل. طب يا جماعة نستلف من بره؟ لا. طب عندكم فلوس نعمل؟ ده احنا نطلعها من بقنا ونديها لك. وبدأ ان هو جمع تكلفة قناة السويس اضعاف اضعاف اضعاف. لا ما قال لهم لا احنا نقفل باب الاكتتاب خلاص، كفاية قوي كده عليه، كفاية قوي. طيب من بعد كده واحنا سكتنا بدأنا ندخل بقى في مجالات التنمية الزراعية علشان يبقى ايه بقى؟ يعني غذائنا من ايدنا، ما نعتمدش على غيرنا. لما يبقى غذائنا من ايدنا يبقى قرارنا من راسنا، محدش يضغط علينا. احنا كنا بنعيش فترة كنا بنستورد بشكل كبير جدا، اكلنا وشربنا وكل حاجاتنا معظمها استيراد. لا نبدا بقى نصنع. عملنا مشروع 2 اللي هو المليون ونص فدان، استصلاح مليون ونص فدان.
1 مليون. احنا بدأنا كمان بإصلاح البنية التحتية والطرق الرئيسية، ودي كانت خطوة مهمة جدا لبناء أي مشروعات في المستقبل. يمكن الرئيس بدأ وقال إن لابد من إصلاح البنية التحتية، لابد من إصلاح الطرق، لابد من إجراء عمليات تغيير شاملة للبنية التحتية. رأي حضرتك؟ أحسن شيء، بصي، أحسن شيء في الفترة اللي فاتت، ال10 سنين اللي فاتت دول، كان المشروع اللي ياخد مدته سنتين يخلص في 6 شهور، يخلص في سنة. ولولا كده انت ما كناش نقدر نواكب الفترة اللي احنا حصل لنا ركود وتآكل للبنية التحتية اللي عندنا، وتآكل للاحتياط اللي موجود عندنا. حاجات كتيرة جدا كانت عايزة تتصلح، فكان لابد من الإسراع ولابد من تخليص كل المشاريع دي في وقت قياسي علشان نبدأ نلحق ونبدأ نتقدم قدام.